ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 يا بنات. النهارده بقى هعمل معاكم حواوشي. بشرت حوالي في الكبه كده حوالي 5 بصلات زي ما انتم شايفين كده. طبعا عصرتهم كويس من الميه لان الكبه مش بتخليه ناعم قوي. وجبت كيس خلطه حواوشي اللي هو من ماجي اهو. احط عليهم واحط شويه فلفل اسود وكزبره وسنه ملح لو عايز، واقلبهم كويس اهو يا بنات. حطيت خلطه الحواوشي، احط بقى شويه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده. احط كزبره الراعي الرسمي في المطبخ بتاعي. اظن دي اسهل واسرع اكله ممكن تعملوها، وبصراحه احنا بنحبها جدا جدا. احط بقى شويه ملح واقلبها كويس مع البصله وارجع لكم تاني من على البوتاجاز يا واحده. خلصت يا بنات، قلبت التوابل كويس في البصله. هنا قطعت قرن فلفل حامي هحطه عليهم واقلبه برده كويس. طبعا عايزين بتحبوه سبايسي كتروا الفلفل، بس انا عشان عيالي ما بكترش، حطيت قرن واحد بس كفايه اهو. وهنزل بقى بكيلو لحمه مفرومه يا بنات جايباه، وفرم عليه حوالي 100 جرام اللي هي الليه دي. نعصرها بس كويس كده عشان لو فيها دم يا بنات مكان الفرم اهو. وهنزل بباقي اللحمه واخلطها كويس قوي في البصل. هخلط بقى يا بنات اهو البصل مع اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين كده لحد ما كل المكونات تخش في بعضها. طبعا فتحت العيش وهحشيه معاكم. لما الخليط دخل في بعضه هنبتدي بقى. فتحت العيش زي ما انتم شايفين كده اهو. جايبه عيش مش صغنن قوي ومش كبير قوي للحواوشي اهو. هحشيه بقى، ابتدي احشيه كده واسويه. انتوا طبعا عارفين ان انا ما بحبش اسوي الحواوشي في الفرن عشان بينشف مني، بحب اسويه في الطاسه. طبعا هعمل الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو واوريكم وانا بسويه اهو يا بنات. طبعا اللي بيحب الحشو كتير يحشي، واللي بيحب الحشو يكون وسط كده زي انا. بصوا بحشيه وسط يا بنات، ولا مليان قوي برضو ولا ايه، يكون خفيف اهو. هعمل الكميه كلها بقى وارجع اسويه معاكم. حطيت بقى يا بنات طاسه على النار كده، حطيت فيها شويه زيت مش كتير، هو اصلا كمان كتر مني فهقلل شويه اهو. بنات قللت الزيت طبعا. بصوا يا دوبك حاجات بسيطه قوي. واحط بقى الحواوشي فيه زي ما انتم شايفين كده لحد ما يتحمر خالص، واقلبه الناحيه التانية. هيستوي واوريهولكم بعد ما يستوي شكله بعد ما استوى.